السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الشعب يسأل عن زيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي وزيادة القرض الحسن للمتقاعدين، ومجلس الوزراء في كل اجتماع إذن من طين وإذن من عجين، وفي فتاة بدون انتحرت، وهناك تكتم إعلامي حول الحادثة إن كانت صحيحة أو إشاعة، ومن يتحدث عن هذا الموضوع حسابات وهمية لم تجد لها رادع أو محاسبة. والأمر الآخر، تم قبول طلبة للابتعاث دون إعلان أسماء الطلبة، وأولياء الأمور يطالبون بإعلان أسماء المبتعثين، ولكن وزير التربية رافع الجام ويتجاهل المطالب. ومن الأمور المؤسفة هي الإساءات لبعض قيادات وزارة الداخلية من مواطنة، ولم يتم إصدار بيان ينفي الموضوع إن كان صحيحا أو إشاعة، أو محاسبة هذه المواطنة إذا كانت التهم باطلة. ولكن للأسف وزير الداخلية عمك أصمخ. لو مجلس الأمة كان موجود كان ما صار وضع الحكومة لا أرى لا أسمع لا أتكلم، خوفا من المحاسبة والصعود إلى المنصة. حنا لحد الحين ما عرفنا الخارطة التشريعية للحكومة، بس بصمة الموظفين والسماح للوافد الغير جامعي بإحضار زوجته وأبنائه دون سن 14. عرفتوا الحين قيمة مجلس الأمة؟ السلام عليكم.